4 بذور بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. بذور السمسم تعتبر من البذور المهمة في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، عشان في بذور السمسم دهون صحية وفيتامينات زي فيتامين بي 6، فيساعد على حماية المخ من تلف الخلايا العصبية ويساعد في الوقاية من مرض الزهايمر. ومن فوائد بذور السمسم بيساعد على تنظيم عملية الهضم وتقوية الجهاز الهضمي ويقلل الإصابة بالإمساك، عشان بيساعد على تنظيف القولون وطرد السموم من الجسم. وتعتبر بذور السمسم مهمة في تقوية العظام، عشان بذور السمسم فيها كالسيوم وزنك. وكمان بذور السمسم بتساعد على زيادة الطاقة في الجسم وتساعد على تقوية المناعة، عشان في بذور السمسم فيتامين بي وفيتامين اي وعناصر غذائية زي الحديد والمغنيسيوم. واخر معلومة هقولها لكم عن فوائد بذور السمسم انه بيساعد على تقليل الكوليسترول في الدم، فيقوي عضلة القلب والأوعية الدموية، عشان في بذور السمسم دهون صحية. وعشان نشتري بذور السمسم بتكون موجودة عند العطار أو في السوبر ماركت أو من أي موقع أونلاين. وعلى فكرة ممكن ناكل السمسم بطرق كتير، زي نضيفه على السلطة أو الشوربة، أو نستعمل الطحينة في الوجبات، أو نستعمل زيت السمسم في تجهيز الوجبات، أو ممكن نضيف بذور السمسم على العيش والمخبوزات، أو ممكن نشتري حلاوة طحينية. وأنصحكم ناكل السمسم بكميات معينة، وهي 15 جرام، يعني تقريبا 3 معالق كبيرة في اليوم. وبلاش كميات أكبر من كده، عشان ليه آثار جانبية زي طفح جلدي ودوخة وإسهال وصعوبة التنفس وزيادة الوزن وحصوات في الكلى والنقرس. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد بذور السمسم، وأهمها إنها بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. بذور الشيا مهمة في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، وتعتبر بذور الشيا بتساعد على تقوية عضلة القلب وتقلل من الإصابة بالجلطات. ومن فوائد بذور الشيا إنها بتقلل من أعراض الاكتئاب والشعور بالقلق أيام المراجعة والامتحانات، عشان بذور الشيا فيها مغنيسيوم. وكمان في بذور الشيا فيتامينات ومعادن بتساعد على تقوية الأعصاب زي فيتامين اي. وتعتبر بذور الشيا بتساعد على زيادة الطاقة في الجسم، عشان فيها عنصر الحديد. وكمان بذور الشيا فيها ألياف بتساعد على الشعور بالشبع وتقوية الجهاز الهضمي وتعالج الإمساك وتساعد على تقليل الوزن. وممكن نشتري بذور الشيا من عند العطار أو السوبر ماركت أو من أي موقع أونلاين. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من بذور الشيا، وهي معلقة لحد 3 معالق كبيرة في اليوم. وممكن نضيف بذور الشيا على السلطة أو على اللبن أو مع كوباية مية أو مع العصير أو على الشوربة أو الزبادي. ولو أكلنا كمية كبيرة من بذور الشيا بيكون له آثار جانبية على الجسم زي الانتفاخ والإسهال وعسر الهضم وضيق التنفس وحساسية في الجلد وتقليل ضغط الدم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد بذور الشيا، وأهمها إنها بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. بذور القرع أو اليقطين أو اللب الأبيض مهمة في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات، عشان بذور القرع بيكون فيها زنك بيساعد على تحسين مهارات التفكير وتقوية عمل المخ. ومن فوائد بذور القرع أو اليقطين إنها بتساعد على تقوية الأعصاب والعضلات وبتقوي المناعة، عشان فيها عنصر المغنيسيوم فتساعد على زيادة النشاط في الجسم. ومن فوائد بذور القرع أو اليقطين إنها بتحسن المزاج وتقلل الشعور بالاكتئاب، خصوصا أيام المراجعة والامتحانات. وتعتبر بذور القرع أو اليقطين مهمة في الوقاية من أمراض القلب، وبتساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، عشان فيها فيتامين اي وألياف وأوميجا 3 وأوميجا 6. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من بذور القرع أو اليقطين، وهي ربع كوباية في اليوم، وأكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي زيادة الوزن وإمساك وغازات. وممكن نستعمل بذور اليقطين ونضيفها على الزبادي أو سلطة الفاكهة أو الشوربة أو السلطة، أو نضيفها مع العصير. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد بذور القرع أو اليقطين، وهي تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. بذور الكتان من البذور المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات، عشان في بذور الكتان أوميجا 3 وأحماض
بتساعد على تنظيم عمل الدورة الدموية في المخ وخلايا المخ والأوعية الدموية، فتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ومن فوائد بذور الكتان إنها بتساعد على تقليل ضغط الدم. وكمان عايزة أقول لكم إن بذور الكتان مهمة في تقوية الجهاز الهضمي وعلاج الإمساك، وبتساعد في تنظيم حركة الأمعاء. وتعتبر الألياف والدهون الموجودة في بذر الكتان بتساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة، وده بيساعد على تقليل الوزن. ومن فوائد بذر الكتان إنه بيساعد على علاج التهاب المفاصل، عشان بذور الكتان فيها أوميجا 3 المهم في تقوية المفاصل. وعلى فكرة ممكن نشتري بذور الكتان أو زيت بذر الكتان من عند العطار أو السوبر ماركت أو من أي موقع أونلاين. وهقول لكم على معلومة سريعة، إن زيت بذر الكتان أو الزيت الحار بيكون ناتج من بذور الكتان، وممكن نضيف الزيت الحار على الوجبات أو الفول، أو ممكن نعمل بيه مساج لفروة الشعر مرتين في الأسبوع، وده بيساعد على تحسين الذاكرة والتركيز. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من بذر الكتان، وهي 4 أو 5 معالق صغيرة في اليوم، ونضيفها مطحونة على السلطة أو الكحك أو العصير، عشان أكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي الإمساك واضطرابات في الجهاز الهضمي. وممكن نشرب بذور الكتان مع كوباية مية مغلية، ونصفي المشروب من بذر الكتان بالمصفى. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد بذر الكتان، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد بذر الكتان، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض 4 بذور بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز بإذن الله.